ازيكم؟ النهارده هعمل معاكم الجمبري بطريقه سهله ومش هتاخد معايا وقت خالص، والطعم كمان مختلف وجميل. تمام، معايا جمبري الكميه اللي انت عايزاها. اول حاجه بس هنضف الجمبري، يعني هنقص الشنبات بتاعته دي ونشيل كيس الرمل. هوريكم واحدتين وهغسله ونرجع نكمل مع بعض. اي هنبتدي نقص الشنبات بتاعته دي، وبراحتكم، في ناس مش بتحب تشيلها، دي حريه شخصيه. تمام، انا بعد 1 2 3 3 حلقات من الجمبري وابتدي مدخل معايا خله. تمام، انا جربت حاجات كتير وانجح حاجه الخله. تمام، هتروح مطلعه لي الكيس الرملي، ابتدي اشد بالراحه كده عشان ما يتقطعش مني ويطلع كله من الجمبري. بس كده. واحده كمان. هنقص اهو الشنبات بتاعته. ونيجي نعد 1 2 3. بس كده، واحده كمان. 1 2 3. بس كده، هو مفهوش تنظيف كتير، يعني هو كده خلاص الجمبري معايا بقى جاهز ونضيف. هنبتدي نغسله بقى تحت المية كويس، ونص ليمونة ننقعها فيه 5 دقايق وخلاص نشطف، وهنبتدي نتبل مع بعض. تمام. هنا بعد ما غسلته جهز معايا اهو، معايا ملح وشطة وكمون وكزبرة وليمون وتوم. تمام، هدقهم في الهون ونرجع نتبل بيهم الجمبري. هاخد نص الكمية عشان النص التاني هنعمل بيه الرز. تمام، هتبل بيه الجمبري، هقلبه فيه كويس وادخله في التلاجة نص ساعة ساعة، مش اكتر من كده. كده الجمبري كده الجمبري مش بيحب يعني مش بيقعد في التتبيلة كتير، يعني بيتبل على طول. هاجي بقى في الرز، على طول هننزل بالبصل المبشورة او مضروبة في الكبة وتوصل معايا للون ده، وهنزل بقى بباقي تتبيلة الجمبري وبابريكا وكمون وملح. لازم البصلة تكون عندي غمق كده عشان تدي اللون البني للرز. تشويحتين بالظبط وهننزل بالرز. تمام، رز ابيض مغسول ومتصفي كويس. هبتدي بقى اقلب الرز كويس في البصل. هي النكهة بتاعت الثوم بتاع السمك او الجمبري، انا بحب دايما اخد منه معلقة صغيرة او حاجة للرز، بتدي طعم وريحة مختلفين. هنزل بقى دلوقتي بعد ما قلبت الرز كويس، هنزل بالجزر، جزراية مبشورة، وبراحتكوا دي بتدي شكل بس مش اكتر. مية بقى سخنة، بعد ما نزلت بالجزرة مية سخنة وتقلبتين على نار عالية. وهغطي اول ما الرز يبتدي يتشرب هنوطي النار. اهو هنا ابتدى الرز يتشرب، هوطي النار واسيبه يستوي براحته. نيجي بقى للجمبري بعد ما اتحيق شويه في التلاجة، هنيجي بمعلقه زبده على النار، نار متوسطه، وننزل بيها فيها بالجمبري. ولو عايزه دي بقى براحتكم بقى، اختياري، الناس اللي بتحب النكهات عاليه قوي ممكن انزل برضو بفص ثوم في الاول قبل الجمبري. انا بصراحه شايفه ان هو كان يعني كفايه الثوم اللي جواه كان كتير، فنزلت بيه على طول. عايزه تزودي النكهه ممكن تنزلي الاول بفص ثوم قبل الجمبري، فص ثوم مدقوق، وينزل تشويحه وننزل عليه بالجمبري على طول. الجمبري ما بياخدش وقت، هما 5 دقايق 7 دقايق بالكتير بيكون استوى. هدي تشويحه على نار عاليه. تمام، اقلبه كويس واتاكد بس ان التتبيله متقلبه فيه كويس، واغطيه واوطي النار. 7 دقايق 10 دقايق بالكتير قوي، لو الجمبري كبير 10 دقايق بالكتير قوي يكون معايا استوى. وادي الشكل النهائي، يا رب يعجبكم. ما تنسوش تدعموني بلايك وسبسكرايب.